حقيقي الفيلم ده من اجمل صناعات مروان حامد، خصوصا شخصيه عبد الملك زرزور، شخصيه ما اتكتبش زيها كتير في السينما المصريه، ويمكن كمان ما كتبش زيها خالص. في لقاء قديم لاستاذ محمود عبد العزيز اتكلم فيه عن صفات عبد الملك زرزور، وقال ان من ضمن صفات الشخصيه ان هو اله في مملكته. اذا كان في تشبيه واضح واسقاط رئيسي على ان عبد الملك زرزور فعلا كان اله، وده اللي وضحه لينا عباس ابو الحسن في كتير من مشاهد الفيلم. وبالمناسبه لو ما تعرفش عباس ابو الحسن فهو الراجل بتاع عجبا لكم ايها المصريون، وهو كمان السيناريست بتاع فيلم الجزيره، ما شاء الله عليه، حاجه تشرف بجد. اول جمله معانا كانت لعمرو واكد قبل ما نبتدي نشوف اصلا شخصيه عبد الملك زرزور في الفيلم، وده لما قال مفيش حد هنا بيتنفس الا بامر الزرازير، والجمله دي كانت بمثابه فرش لشخصيه عبد الملك زرزور. ابراهيم الابيض يقدر يعمل كل حاجه في الدنيا، انما دول الزرازير. بعد كده بقى خش على المشاهد اللي بيبين لك فعلا ان هو اله. عبد الملك زرزور اللي بيقدر يعرف اللي جواك من غير ما تقول. بصه واحده في عين شيبه وراح قال له روح هات الكيس يا شيبه. خدت بالك انه ما قالوش انت اللي خدت الكيس ولا لا، قال له روح هات الكيس يا شيبه على طول، وشيبه ساعتها ما انكرش وراح جاب الكيس وهو عارف ان فيها موت. عبد الملك زرزور اللي بيقرر مين يعيش ومين يموت. في المشهد ده مثلا كان بيقول لابراهيم، وزي شيبه الله يرحمه ما كان بيقول، بمعنى خلاص ان انا قررت ان هو هيموت. طب بص في بدايه كلامه مع ابراهيم راح قال له ايه؟ انا حييتك تاني. بص انا ما كنتش فاهم لسه تاني ازاي، بس بعدها فهمت ان عبد الملك زرزور في عقله كان خلاص قرر ان ابراهيم الابيض هيموت وفجأة حياة تاني. وهنا حياتك تاني مش معناها اللي هو التحية سلام عليكم، لا معناها انا عيشتك تاني. يعني افهم الشخصية من اداء محمود عبد العزيز في المشهد ده وهو بيقول وانا عذابي هو العذاب الاليم. صدق الله العظيم. في بداية المشهد ده مروان كان مخليه قاعد على عرش وفي إضاءة عامله له جلال وهيبة وغموض. ما اقدرش اعمل احصائية لجمل عبد الملك زرزور اللي بقت كليشيهات واتعملت كوميكس وعبرت عن خلاصة الحكمة في المجتمع والذي منه، وشكلت دماغ ناس كتير. عرف انسان ضعيف، جرأة حلوة مفيش كلام، دي دخلت انك لميت وانهم ميتون، اخذ الحق حرفة وبالاصول. معرفش عباس ابو الحسن كان في حالة عاملة ازاي وهو بيكتب الشخصية دي، عشان عباس ابو الحسن يبين لك ان مفيش اله على الارض، وان مهما بلغ جبروتك اكيد ليك نقطة ضعف، ما انت بشر زينا. وعلى الرغم من جبروت عبد الملك زرزور الا انه كان ضعيف جدا جدا قدام حورية اللي على ايديها بجد عرف معنى الذل. الفكرة ان هو ما كانش عايز يوصل لحورية نفسها، هو كان عايز يوصل لرضاها، لانه ممكن يستخدم كل سلطاته وجبروته في ان هو يوصل لغرضه وخلاص، بس غرضه ده في الحقيقة هو رضاها قبل جسمها. غرضه اكتمال احساسه بان مفيش حاجة عصيت عليه. عادي كان ممكن في الفيلم يغتصبها او ممكن يستخدم سلطته الاجتماعية كزوج ويوصل لها، بس زي ما قلت لك مش هو ده المطلوب. وضعف زرزور كان باين في كل التفاصيل في الفيلم، كان واضح جدا للجميع. ده حتى غنام قبل ما يموت قاعد يرغي فيه، فكان لازم عبد الملك زرزور يجرب معاها سلاح مختلف. ودي كانت الجملة الخالدة، عشم ان ذوقي يكسفك، بس ذوق عبد الملك زرزور ما كسفهاش ولا حاجة. ده خلاها تركب وتدلدل رجليها، خلاها تكبر وتسيطر وتخطط، تسيبه وترجع له وتسيبه تاني، خلاها تعمل كل حاجة غلط وهو يسامحها ويغفر لها. ابن عبد الملك زرزور لما غلط قال له تعك من ورا ظهري تصبح عدو، انما هي متاح ليها كل الغلط. اللحظة اللي كان فيها ابراهيم الابيض مثبت زرزور وفي منتهى الثبات، زرزور بيقول له ايه يا ابو الاصول، هناخد صورة للذكرى. ومع اخر نظرة من عبد الملك زرزور لابراهيم الابيض في المشهد ده، كانت هي دي اللحظة اللي حررت زرزور من سيطرة ضعفه تجاه حورية عليه. قدر الى حد ما يسترد التحكم في نفسه تاني، قدر يرجع للتفكير في التخطيط والانتقام، قدر يرجع لشخصية الاله اللي شفناها في اول الفيلم. وبعد مشاهد التخطيط والتنفيذ تيجي اخر جملة الاستاذ محمود عبد العزيز في الفيلم، هون عليكي تهوني عليا، وهي حقيقي من اجمد الجمل اللي اتقالت في الفيلم. بس انت عارف الفكرة كمان مش في الجملة. بص كده الاداء استاذ محمود عبد العزيز في المشهد ده، استشعر روعة الاداء واداء الوجه بين الميكس بين وجع القلب وعزة النفس. على فكرة الموضوع مش سهل يتعمل خالص، بس هي عشان طالعة من الساحر محمود عبد العزيز. بس يا سيدي، وفي النهاية احب اقول لك صباح الفل، انا يوسف.